عليكم، كي درتو لاباس عليكم؟ هانيا اموركم بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله نديرو المعلكه بالكاوكاو، كتجي رائعه وغزاله. بسم الله، نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي في القصعه خديت الكاوكاو الخليط، مسحته وطحنته بقشورو، ما مطحونش منيل، غير مهرمش. نتوما كتشوفوا الحبيبات باقين باينين. كنديرو كيلو ديال الكاوكاو مطحون، كنديرو زلافه ما يعادل 240 غرام ديال السكر كلاصي، 2 معالق كبار ديال الكاكاو على حساب كل واحد يزيد او لا ينقص، 1 ساشيه ديال الفاني، قبصه ديال الملح، وعندي معلقه كبيره ديال الكليكوز و2 خمارات. معلقه الكليكوز كتخليها رائعه معلكه وكتجي غزاله وكتبقى معكم مده طويله وهي هشيشه ورطبه ومعلكه في نفس الوقت. اما البيض على حسب الجمع ديال الكاوكاو، انا دخلوا ليا 4 البيضات، وانتم شوفوا ثاني على حسب البيض واش كبير ولا صغير. انا 4 البيضات جاوني كافيين مزيان في هاد الكيلو ديال الكاوكاو. ولا بغيتو ديروا نص كيلو كديروا نص كيلو الكاوكاو، كديروا 120 غرام ديال السكر كلاصي، سميتو كاكاو على حسب اللون، وحده معلقه وحده، كدير معلقه ديال الكلكوز مع مراش، كدير قبصه ديال الملح وخماره وفاني. هنا ما بانتش ليا واحد شويه د القرفه، انا كتعجبني القرفه في المعلكه، هي واحد شويه الراس ديال المعلقه الصغيره، غير الراس. صافي غنخلط هذا الشيء، غنبقى ندخل البيض ديالي وغنخليها انا مطلوقه شويه، نخليها مطلوقه ونخليها شويه عاد باش غادي ندوز نخدمها، يعني نكورها ونديرها في سكر كلاصي سبيسيال. 3 البيضات غنزيد الرابعه وغنخلط وغنشوف ساعه الاخر غيجيني كافياني 4 البيضات نيشان. ودلكوها ملي تكونوا كتخلطوا، دلكوها كل ما دلكتوها كل ما كتجي معلكه. انا داك الكاوكاو خديت منه واحد الحبات، هذاك الكيلو خديت منه واحد الحبات، خليتهم صحاح وحمرتهم هما باش غادي نزين انا الوجه ديال الغريبه. كناخذوا هنا سكر كلاصي سبيسيال وكنغربلوه، وكناخذوا ديك الحبات ديال الكاوكاو ونحطهم حدانا محمرين، وواحد الزليفه كندير فيها ما زهر وكنبداو نخدموا. بسم الله. هنا نتوما كتشوفوا البنات، نتوما الحجم اللي بغيتو ديال الغريبه، انا دات عيني ميزاني، ولكن نتوما ديروا ديك 10 عفوا ديك 20 18 كتجي ما كبيره ما صغيره، كتجي زويونه ومقاده. صافي كنديروا يدينا بشويه ديال الماء زهر وكنبداو نكركبوا العقده ديالنا ديال الكاوكاو، وكنرميو في داك البانيو ديال السكر كلاصي. ندير سكر كلاصي سبيسيال لان السكر العادي كيفزقها وكتجي خايبه، ما كتجيش زوينه، كتعطيش الوجه زوين. ودوك الحبات الكاوكاو راه انا محمراهم في الفران. ثم بغيتو ديروا الكاوكاو الغليظ بغيتو ديروا الكاوكاو الرقيق كيجي بنين وزوين، حتى الغليظ كيجي مزيان. صافي نبدا ندير يديا انا بشويه الماء زهر ونبقى نكركب ونرمي في سكر كلاصي. تا ندير كميه في البانيو اللي غتقدني تما باش نفندها على خاطري. نغسل يديا من العقده ديال الكاوكاو باش ما تبقى لياش، باش ما نوسخوش داك السكر وما كيبقاش يلصق لكم في اليدين. نغسلوا يدينا نمسحوها ونرجعوا نفندوا السكر ديالنا، الغريبه ديالنا في السكر. هانتوما كنديها وردها وكنهزها بحال هكا غير بشويه. يديا راكم شفتوا
بغيتو تبركو عليها هنا بركو، بغيتو تبركو عليها في الصفيحه ديال الفران تكون مفرش ليها ورق الطبخ. وهاد الساعه راه انا دايره الفران تيسخن، ملي غندخلها غادي نقصلو وغنخليها طيب على خاطرها لان كنديروها لتحت، يعني العافيه كتكون في الوجه ديال الغريبه. ملي كنشوف هاد الشقات تنطلعوها الفوق، ما تفوتوش 12 دقيقه 10 دقائق فقط صافي، ما تفوتوهاش. يعني الا مشيتو تفتوها غادي غطيب، ماشي ما غطيبش ولكن من بعد غادي تقصاح. هادي راه كتبقى معلكه، ما عرفتش شحال هي معلكه معاكم، غير ملي طيبوها وتخرجوها تخليوها تبرد وتعمروها في السبيله اللي غادي تجمعوها فيها. وكل طبقه كتغطيوها بواحد البلاستيك، لان الا درتو الورق ديال الطبخ راه كتمص لكم هاد السوائل ديالها. اللهم كديروا بلاستيك ولكن خليوها تبرد، تخليوها في الطاوه ديالها حتى تبرد، عاد نبداو تهزو وغطيو بالبلاستيك وديروا طبقه بطبقه وانتم كتغطيو. ومن الاحسن هاد الغريبه ديال السكر الا كان شي مناسبه، من احسن اخر حاجه هي الغريبه باش تحطوها نيشه في الطبق ديالها والوجه ديالها ما كيتخصصش، كيبقى السكر كلاصي فيها مزيان. ولكن الا حافظتوا عليها وغطيتو كما قلت لكم راكم غادي تحتفظوا على الوجه ديالها كيبقى زوين فيه سكر كلاصي من الفوق. بغيتو تضغطوا بصبعكم عاد تحطوا الكاوكاو وحطوا، بغيتو ديروا الكاوكاو عاد ضغطوا كيف ما جاكم ديروا. المهم هي الغريبه ناجحه، كتجي معلكه وزوينه، وديك المعلقه ديال الكليكوز كتخليها رائعه. وراكم شفتوني ما درت فيها لا كوك لا زيت لا حتى شي حاجه، وجات غزاله اقتصاديه وفنه. هانتوما العافيه، ما هي مجهده ما هي مخوفه. انا خليت الفران سخن مزيان، هانتوما راه ما كاملاش قلت لكم 10 دقائق حتى 11 12 صافي كتكون من الفوق ومن التحت غتخرجوها. هذه هي الغريبه ديالنا، نتمنى تعجبكم وتجربوها. انا خليتها في الطاوه لان خليتها تبرد باش نجمعها لكم عليها، وفاش جمعتها ما صورتها سمحوا لي. هذا هو الفيديو هنا فين وصل. نتمنى تجربوها في هذا العيد ان شاء الله وغادي تعجبكم. شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم وعلى الكلام الطيب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي بحول الله. مع السلامه.